النودلز على الطريقة الصينية تحفة وتغيير مهم قوي قوي عشان تكسري بيه الروتين اليومي. بجيب المشروم وبقطعه شرايح، جزر وشرايح، فلفل احمر وبرده شرايح، فلفل اصفر وقطعه شرايح، والفلفل الاخضر الرومي وبرده بقطعه شرايح، وعايه على النار واحط فيها رشة ملح واسيب المية تغلي. انزل بعد كده بالنودلز بالكتير 6 دقايق في المية المغلية، وبعد ما المية تغلي بهدي النار جدا. احنا مش عايزين النودلز تبقى طرية، عايزين يبقى فيها عضة. هنحضر بقى الصوص: مرقة دجاج ومعلقتين كبار صويا صوص ورشة من الخل الابيض ومعلقة صغيرة عسل، وبحط كمان نشا ورشة شطة. بقلب المكونات دي كلها كويس مع بعض على الوك نار، وبحط فيها زيت وفصين توم مفرومين وبقلبهم كويس. بنزل بعد كده بالمشروم والفلفل الالوان والجزر، واديهم رشه صغيره قوي من الملح ورشه من الفلفل، ما نزودش لان الصويا صوص بتبقى حادقه. هنقلبهم تقلبتين كويسين وننزل بالصوص اللي احنا جهزناه ونديهم تقلبتين حلوين لمده دقيقتين على نار متوسطه. نقلبها كده كويس عشان كل الخضار يتشرب الصوص. ننزل بقى بالنودلز بعد ما صفيناها من الميه ونقلب كل ده مع بعضيه تقليبه محترمه علشان النودلز تتشرب من الصوص كويس جدا جدا جدا. الاكله دي بندفع فيها للفرد الواحد اقل حاجه بره من 90 ل 110 جنيه. هنحطه في طبق التقديم ونرش عليه رشه سمسم، وكده جاهز للاكل. الكميه دي بتكفي فردين وتكلفتها كلها على بعض حوالي 60 جنيه. بالهنا، ويلا ناكل من جوه الحله.